بيتهيألي انا اخر واحده في مصر تعمل كحك. ايوه زي ما بقول لكم كده، انا اخر واحده في مصر تعمل كحك. كل الناس عملت وانا ما عملتش، وبصراحه كده وفي سركم ما كنتش ناويه اعمل السنه دي، وكنت هكنسل وهروح اشتري من بره، لاني مش فاضيه وتعبانه ومشغوله وما عنديش وقت خالص. فقلت السنه دي بقى انا هريح كده واشتري دماغي واروح اشتري من بره عشان ما عنديش وقت خالص. وخدت بعضي وزي الشطره كده ورحت على المحل، والاقي الاسعار هناك ايه، في متناول يا جماعه رجال الاعمال والاثرياء، مش في متناولنا احنا خالص خالص. خدت بعضي زي الشطره كده وطلعت من المحل، وقلت ابدا والله ما ادفع فيه التمن ده كله. ورحت على طول على السوبر ماركت والعطار، واشتريت كل الخامات والحاجات اللي انا محتاجاها. وقلت والله لا انا قاعده وعامله احلى شويه كحك في مصر هتاكلوهم في حياتكم، ريحتهم تجيب المنطقه كلها. وده الصنعة دي صنعة أبا عن جد، احنا سر الحلواني عندنا في العيلة وراثة. فيلا النهاردة هنعمل أحلى شوية كحك بطعم وريحة زمان، شوية الكحك اللي على أيام أمي وأمك وست وستك وجد وجدك وجد جد الجدود كمان. شوية الكحك اللي كان بيتجمع حوالين منهم الصحاب والجيران والأحباب، والكل كان يتجمع ويعمل شوية الكحك اللي ريحتهم وطعمهم يفحفحوا المنطقة كلها. مفيش زيهم، شوية كحك دايبين وناعمين وشكلهم تحفة. وهنا نطفيت بقى النور عشان الناس اللي هتيجي تقول لي دي الإضاءة يا شيف إنجي، هقولك لأ، كل اهو على عينك يا تاجر. الكحكاية بتتكلم عن نفسها، شايفين لونها عامل ازاي؟ زي الذهب، ودايبة دوب، وطعمها مش قادرة اقول لكم خطيرة، احلى احلى من 100 محل هتشتري منه. مفيش احلى من الكحك بتاع البيت، ولا نظافته ولا حلاوته ولا الخامات اللي هتعمليها المحلات هتعمل بيها. يلا بينا نصلي على الرسول، وتعالي بقى يا ست الكل نعمل احلى شوية كحكة على طول. هاتي كوباية الا ربع من المية، والمج العادي اللي موجود في كل بيت، دي مية دافية. هنزل عليهم بنص معلقة صغيرة من الخميرة الفورية، نص معلقة ممسوحة، نقلبهم كده مع معلقة سكر صغيرة ونركنهم على جنب. وتعالي بقى للسمنة، انا هنا معايا 550 جرام من السمنة، واي نوع سمنة تفضليها، ولو عندك سمنة بلدي يا سلام، ده كلام خطير بقى وهيودي شوية الكحك في حتة تانية خالص. ما عندكيش مش مشكلة خالص، برضو هتاكلي احلى شوية كحك. ونحطهم على النار يقدحوا. وفي الحبة دول بقى نجيب بقى حتة الملبل بتاعتنا، ولازم تكون طرية، تشتري ملبل مخصوص للكحك من عند العطار، وتحطي بقى عليهم اي شوية مكسرات. ولو مش حابة خالص وعايزة تعمليه سادة براحتك يا ست الكل. هنعجنهم كده في البولة اللي كان مطرحها سمنة، ونركنهم على جنب. ويلا بينا بقى نشوف الكحك. في العجان بتاعنا هنحط كل المواد الجافة اللي هي عبارة عن كيلو من الدقيق، وانا استعملت دقيق سنبلة الفرات المخصوص للكحك وللبسكوت. وركزي في النقطة دي كويس، مش اي دقيق استخراج 72 ينفع للكحك والبسكوت، لازم يكون دقيق الجلوتين بتاعه ضعيف، يعني العرق بتاعه ضعيف ملهوش عرق خالص، فده اللي هينفع للكحك والبسكوت. هنضيف عليهم بقى معلقتين ونص كبار من السكر البودر، وعليهم معلقتين كبار من السمسم، ومعلقة صغيرة مليانة هرمية من ريحة الكحك. وكمان هنضيف عليهم ربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر. وركزي في الخطوات والمقادير الله يبارك لك. وبعد كده نقلب بقى، وما تنسيش كمان ربع معلقة صغيرة من الملح، ودي مهمة جدا في أي معجنات وأي حلويات. نقلب المواد الجافة مع بعضها، وننزل بعد كده عليهم بالسمنة اللي قدحت على النار. نلف بقى المكنة بتاعتنا، ولو ما عندكيش أنا استخدمتها عشان خاطر طبعا انتوا عارفين دراعي من بعد الحادثة ما بقاش زي الاول خالص، فانا هستخدمها. هتعملي على ايديكي ادعكي بقى يا ست الكل. وبعد كده تضيفي الخميرة بتاعتنا اللي دوبناها في المية، وتعجني بقى وتبسي العجينة بتاعتك. بصي طلعي بقى تعب السنين كله فيها، ادعكيها
كويس جدا جدا، لحد لما تلاقي العجينة بتاعتك بقى كده لمت، وتاخدي حتة وتختبريها وتلفيها حوالين ايديكي وتشوفيها. لو لقيتيها شققت او لزقت تعرفي ان لسه وعايزة تدعك كويس، تدعكيها كده ما بين ايديكي، يعني نبس كده العجين ما بين ايدينا. لمت وبقت حلوة تمام كده، غطيها بقى واركنيها على جنب 10 دقايق العجينة ترتاح. وبعد ال10 دقايق هاتي بقى الصاجات بتاعتك الحلوة، وهاتي الملبل بتاعك اللي هتحشيه او العجوه براحتك خالص، الحشوه دي بتاعتك وترجعلك. وقلتلك لو ساده برضو براحتك، تاخدي حته العجينه وتفتحيها زي ما انت شايفه كده، بس لازم تلف حتة العجينة اللي هتاخديها حوالين ايديكي. وهنا احنا بنشتغل على طول، يعني ما بنريحش العجين تاني، خلاص كده احنا بنشتغل. تاخدي القطعة وتحشيها حتة الملبن وتبتدي كده تظبطيها، ودي خطوة مهمة. وتعالي بقى للحتة الحلوة الجميلة، المنقاش بتاع جدتي وجدتك. ننقش كده والله، واحلى نقشة واحلى شكل هو بتاع المنقاش. لو تقولي لي انت يا انجي هقولك انا بحب الشكل بتاع المنقاش، ما بحبش بصراحة بتاع البصمة. بحس كده، بحس ايه، بحس دي يا ولاد، بحس ان كده ان ملهوش منظر اصلا ولا طعم، حاجة كده مسخة. لكن انا بحب النقش ده كده، وده كان بيبقى الشغل العالي، شغل الناس الرايقة الجميلة. وندخل بقى الصاجات بتاعتنا على الشبكة، الرف الوسطاني، على فرن ساخن على 170 للكحك بتاعنا. تمام كده، هياخد بقى معاكي بتاع نص ساعة انتي والفرن بتاعك، لحد لما ياخد مننا كده لون حلو. شايفين؟ وبعد ما يطلع ما تجيش جنب الصاجات خالص غير لما يبرد تماما. شايفين لونه جميل ازاي؟ انا حامصة حبة شوية كده، وحبة مطلعاهم لونهم فاتح، علشان خاطر احنا عندنا ناس بتحب كده وناس بتحب كده، لكن دي التسوية المظبوطة. شايفين منظره؟ اللهم بارك، تحفة. وعايزة اقول لكم ان الكمية دي ما شاء الله طلعت لي 2 كيلو كحك، او 2 كيلو الا حاجة بسيطة، ما شاء الله كمية كبيرة. عايزة اقول لكم ان في المحل سعرها خيالي بجد، ولا جرام الذهب، يعني حاجة اوفر 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 يعني. فيا جماعة الموضوع مش مستحمل، اعملوا في بيوتكم. وعايزة اقول لكم كمان معلومة مهمة، علشان خاطر انا في المهنة فاقولها لكم بامانة. بره يا جماعة بيستخدموا القصنص السمنة، يعني ريحة السمنة والأطعمة، ما بيستخدموش الخامات اللي حضرتك بتستخدميها في البيت. بتستخدمي سمنة طبيعي، بتحطي لبن طبيعي، كله طبيعي. لكن في المحلات كل حاجة قصنصات، مفيش حاجة طبيعي. فاعملي حاجتك في البيت وفرحي ولادك، وكل سنة وانتوا طيبين وفي العيد متهنيين.